إننا في أحزاب سياسية في مقاطعة كوباني نستذكر ذاك الانتصار بكل فخر واعتزاز، وكما إننا نرى بأن ما تقوم به دولة احتلال التركي هي امتداد لذلك الهجوم. فبعد أن تأكدت تركيا بأن أذرعها في المنطقة لا تحقق أهدافها، فباشرت هي بنفسها باحتلال مناطق من شمال السوري، وأصبحت تنتقب من كل من كان يناصر ذاك الانتصار. فهناك قضية منظورة أمام محاكم تركيا باسم قضية كوباني، وفي آونة الأخيرة تقوم دولة احتلال التركي بقصف مناطق شمال وشرق سوريا من البنية التحتية والمرافق العامة ومنازل وسيارات المدنيين، بهدف قضاء على سبل العيش وعدم الاستقرار المنطقة وزيادة الهجرة والتغيير الديمغرافي. ولكوننا أحزاب سياسية في مجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة كوباني، نهنئ شعبنا السوري عموما والكردي خصوصا بانتصارات كوباني، ونؤكد هنا بأننا حاربنا داعش نيابة عن العالم أجمع. لذا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وعلى رأس الأمم المتحدة والتحالف الدولي والجامعة العربية والدول الضامنة لاتفاقات عام 2019 بوقف عدوان المحتل التركي للمنشآت المدنية وخروج قواتها من شمال السوري وإنهاء احتلالها. كما نؤكد بأننا مستمرين في النضال حتى تحقيق سوريا الديمقراطية التعددية لا مركزية.